صبحكم الله بأنوار النبي. حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم تكونون طيبين بأفضل الأحوال وتشوفون فيديو اليوم، وإن شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. أكيد وكالعادة حطوا لي حبة شكلاتي اللي هي لايك واشتراك وتعليق حلو من إيديكم الحلوة، وأعرف بكم ما تقصرون، والله يديمكم نعمة بحياتي يا أغلى وأحلى ناس. مثل ما تشوفون يا حبايبي، أنا بشروتين وياكم من الصبح. اسم الله عليكم. تعرفون أني كان سن العقل دا يطلع كلش دا يأذيني، فقعدت على ألم كلش مو طبيعي، كلش يأذيني. فهنا أنا لازم أني أكل فد شي بسيط قبل لا أشرب العلاج. فشنو قلت؟ خلي أشرب لي كوب من القهوة وأخذ لي هاي النسلاي حتى أخذ العلاج وأبلش روتيني وياكم. طبعا أنا صار فترة ما شرب قهوة. ليش بنات؟ لأن جتي فترة من الفترات أدمنت عليها، كل يوم أشرب لي فنجانين 3 أكثر هماتين. فمن أتركها راسي رأسا يصدع، فعرفت السبب إنه من القهوة. فقمت أقلل منها، أشرب لي باليوم فنجان أو بين يوم فنجان، والحمد لله والشكر. فأنا عندي زرعاياتي حبيت أسقيهم، أصبح عليهم. طبعا عندي دمعة الطفل وهاي النبتة البنفسجية كانوا برا مدخل البيت، بس الشمس كلش قوية وذبلة، فدخلتهم داخل البيت وشوي نعنشة وردت روحهم. وأنا عندي هذه البلاوة كل يوم والثالث تنعنش وراها ترجع تنتكس. ما أعرف كل شي سويت لها، فيلا قلت خليها على راحتها. بس هي بما الجذر أو الفسيلة مالتها قاعد تطول كلش، ومترددة أريد أقصها وأقول لا خطية، فعفتها على حالها. من بعد هنا أنا جيت أعزل الحصة. والله الحصة بها بركة كلش هواية، أبرك من المشترى يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن. تطول تكمل عندي تقريبا نهاية الشهر. كنت ما ألحق على المشترى. هنا أنا عندي دبات المي. قولوا لي حبايبي، انتوا عندكم فلتر بالبيت ولا تشترون مي من برا؟ احنا والله ما عندنا فلتر. ان شاء الله الله يرزقنا نشتري فلتر بالبيت، لان تعبنا من المشترى. دائما نروح نشتري من برا ونجي الدبب 1000 مرة، الدبب 500 اذا رحنا لابد التعبئة. والحمد لله واشكر على كل حال. وهنا أنا طبعا صفيت الحصة، وكلش احب الحصة هذا المعجون الاخضر، طعمه كلش طيب. فمن بعدها اجيت ابلش بالغداء، اجهز الغداء، لان تعرفون ورق العنب ياخذ شوي وقت باللف. فأني من عشاق ورق العنب كلش هواية، وما أحسه طيب إذا ما يكون كلش حامض. بعض العوائل أو بعض الأشخاص يعتقدون أو هم حابين الورق عنب كنوع من المقبلات، وده صراحة بالنسبة لي أنا أحسه وجبة كاملة. شلون الدولمة بالضبط. فالصراحة بنات، أنا دائما أحب أضيف ويا الورق العنب شوية من اللي هي تعطيها طراوة وتقلل بالوقت مال الاستواء مالتها. عادي لا تسمعون صوت حبايب، لأن بالشارع ما شاء الله تبارك الرحمن البلدية قاعد يسوون الشارع، دي يزفتونه يعني من جديد ويدشلون الأرصفة. فصار اليوم من أريد أمنتج ومدى أقدر من الصوت، فقلت يلا عادي حبايبي متعودين علي دائما من أريد أمنتج يا بأطفال يتعاركون، يا أبو الغاز يفوت، يا أبو المي. فأنتوا عادي دائما تمرون بهاي السوالف من إحنا من المنتجون أمات القنوات خصوصا. فمن بعدها بنات، إن أنا حشوة أني بنات كل مرة تطلع بطريقة ثانية عندي، أو بطريقة تختلف حسب الأشياء المتوفرة عندي. ضفت تمن وورقيات معدنوس وكرفس وطماطم وبصل، وضفت بس ماجي وفلفل أسود وشوية من الملح فقط لا غير، ما أضيف أكثر من هاي التوابل. ومثل ما قلت لكم أضيف شوية من اللي حتى تعطيني طراوة. طبعا ماما من تطبخ الورق العنب أو تلفه تسوي على شكل مثلثات، أنا ما أحب إذا ما يكون أصابع بهذا الشكل. تبقى كل من واحد حسب الشيء اللي رايحه. وراح أحكيكم على موضوع كلش يعني صراحة قهرني، من إجاني كومة مسجات أو كومة رسائل على الانستغرام من بنات يريدون مني نصيحة أو يريدوني أحكي سالفتهم. طبعا جتني غصة، يقولون من أروح البيت أهلنا. أكو بعض العوائل يعني مخصصين تشناتهم يروحون في 3 أيام أو يوما بالشهر لأهلهم. فتقول أنا من أروح البيت أهلي ألقى الوجوه تتقلب علي، والدي يظل يعيد على أطفالي، أخوي يقول لي شو وقت تروحين، أمي تقول لي شو ما جبتي مسواقك، جيبي فلان حاجة نقصت نريد نسوي الطبخة، أختي تقول لي أهو أطفالك بزعون دي يلعبون بالغرض وسخوا البيت. طبعا بنات كلش انصدمت وانقهرت على البنات اللي دزولي هيك مسجات. يعني البنية من تتزوج ما إلها منفذ أو مكان راحة غير بيت أهلها. هي ليش تروح البيت أهلها؟ تتاخذ راحة من إذا كانت هي بيت عيال أو بيت عاسة، تروح البيت أهلها ترتاح تصفي عقلها شوية. أنا واحدة من الناس من أروح البيت أهلي الصراحة أنسى عندي أطفال، بناتي أشمر على أمي وأختي، أعيش شلون حياة العزابية، مجرد كم شئنا التليفون على النت أو على التلفزيون وأتطلب وأشهى. لأن أنا راح أرتاح ببيت أهلي، لأن واحدة ما تلقى راحة غير ببيت الأهل. بس انصدمت يعني بهاي كميات الرسائل
يعني والله اوكي الاب نقول عصبي، الاخ شغل وظروف والعيشة صعبة، مال الام والاخت هيك يعاونون يعني اختهم او بنتهم بهيج طريقة، ما اعرف شلون اوصفها. فحبايبي يقولوا لي انتوا اهلكم شلون تعاملوا وياكم من تروحون؟ والله بالنسبة لي من اروح بيت اهلي بابا يقول لي شنو يعجبك قولي له، شنو اللي بخاطرك تشوفينه جديد بالبيت اخذيه بدون ما تقولين ذمه برقبتك. من اروح البيت اهلي ماما اشكال تحملني، اشكال تنطيني اليا والبنات دي لبس وغراض واكلات. اختي تقولي عوف البنات اليوم اليا، يعني مو غرورا ولا دا اغور ولا تكبرا، بالعكس بيت اهل بيت الراحه، بيت السعاده، بيت الطمأنينه، بيت الحب والحنان. فمن اني اروح البيت اهلي والقى الوجوه مقلبه، على شنو رايحة لهم اني؟ فاكو بنية تقولي اني مجبورة كل شهر لازم اروح البيت اهلي، لان احنا نروح الجنات نروح البيت الاهالي، والبنات يجن البيت اهلهم، يعني حماتها تجي البيت اهلها حمواتي. فهيش مسوين الروتين. هاي الفترة انا شو اسوي؟ يعني ما قدرت اجاوبها، بس اقولها الله يعينها، اذا هي بيت اهلها ما ترتاح، والله يهدي الاهل. خلون ببالهم ترى هم الاهل يعزون البنية، هم اللي يذلوها. اذا يلقون يعني جنتهم اهلها بظهرها ويساندونها ويدافعون عليها، ما حد ما راح يندق بيها. فالله يهدي الاهل على بناتهم، وان شاء الله يا ربي الله يحنن اهلك عليك او اهاليكم، لان هواي رسائل تقريبا فوق ال5 رسائل نفس الموضوع. الله يحنن اهلكم عليكم، وان شاء الله ما تحتاجون لاحد، والله يريح بالكم دنيا واخره، اللهم امين. فمن بعد يا بنات اني الغداء عندي جاهز مثل ما تشوفون، وسويت ويا ورق عنب تمن عدس وتشريب. قلت خاف زوجي يجي من الدوام وما يحب الورق عنب، واني احب ورق العنب يكون كلش حامض. فبعدها اجيت امسح، اسوي الجولة مسحة سريعة للبيت. هنا أنا عندي المكياج مالتي، تعرفون اني ما عندي غرفة، ان شاء الله الله يرزقني واشتري غرفة. فعندي هذه المتجرات حاطة بيها المكياج، واخر متجر حطت لي القلاقيل اللي بسمار والدرنفيس والواير زي احطه بيهم. فانا بنات عندي هذه الشناطات او سحبة، يعني هاي تحطوا لي سحبة العين كلش تجنن. هذه اشتريتها انا ب 8000 الاصلية بنات. مرات يصير عندك مناسبة وترسمين رسمة كلش قوية للعين، وفجأة تحسين ان جفل العين ما تترهل، فمن تلبسين هذه الشناطات تنطي سحبة للعين كلش حلوة. سحبة البزونة او سحبة الكات عين البزونة كلش تجنن، انصحكم تستخدموها. وعندي هنا هذا الحلق مال الاذان يصير طرفي كلش حلو، يعطي نزاكة للاذن. وهنا بديت اخلي المكياج ارجعه للمجرات حتى تبقى عندي الغرفة نظيفة ومرتبة. ودائما اخلي ايديا بالبيت، مثلا بغرفة البنات بالمطبخ، حتى يبقى البيت عندي نظيف ومرتب. وخصوصا اني صايرة احب انظف بالليل قبل لا انام، اسوي لي جولة سريعة بالبيت. فمن اقعد الصبح القى البيت كلش نظيف ومرتب، وهو تنظيف البيت والشغل ورانا ابد ما يخلص. انا عندي هذا بكج القدم كلش اني احبه واستخدمه، ما اعرف احسه يعني ينطي ترطيب وتقشير للبشرة كلش حلو. هو مجموعة متكاملة، مرطب ومقشر وصابونية، والسنفرة مالتها كلش تجنن. عندي هذا المشط، هواي قلتولي يهلس الشعر او يحرق الشعر بنات. هذا الوردي كلش يجنن لان بيه مثل الفرشة مال الشسوار. الثاني اكو لون ابيض، مو ابيض، اسود ووردي، ما بيه هاي الفرشات. فهنا يتعطب الشعر او يحترق لان هو مجرد حديدة وهو حار، فاحتمال انه الشعر يحترق بهيجي طريقة او بنوعية الفرشة او شسوار. وانا عندي هذا زيت جوز الهند كلش يجنن. عندي نوعيتين، العلبة وهذا تقريبا شلون الكريم. وهاي الاشياءات مال الاطفال دائما نلقاها ملاعب منتشرة بكل مكان. وانا عندي صمغ مال الرموش لون اسود، ايلين الله يصلحها. هسه تقولي ساعة تقولين ايلين ساعة تقولين يموشة. بنات امنية كبيرة نصيح لها موني، ويموشة نصيح لها او ايلين نصيح لها يموشة. فمرات اخبط من اريد امنتج اخبط بالاسماء، ساعة اقول اسمها وساعة اقول اسم الدلع، فعادي. فانا بنات رتبت وفقدت الصمغ مال الرموش، ما اشيل لحد ما ينشف كل زين حتى لي يتعبني او يلوص ايديه. من بعد هنا ظليت امسح بالارضية مال البيت. وتعرفون سيراميك البيت لونه ابيض او فاتح كلش متعبني، اقل طبع مال رجل او اقل وسخاية تبين بي. فهذه الممسحة كلش فادتني. فهي من التعليقات تقولوا لي فادت، يعني انت مستفادة منها، زينة نشتري منها. والله بنات بالنسبة لي انا كل شيء استفادت منها. اول شيء تلمع لي الارضية كل زين،
واخلص من فقرة العصر، يعني اشيل قطعة القماش واعصرها واغسلها، هي تنظف حالها من حالها وتلم كمية تراب وشعر، كمية كلش زينة، كمية رهيبة. فأنا مستفادة منها، وسعرها 16 ونص. اكو احجام واشكال مختلفة، فتبقى كل من والمتوفر عندها وكل من تشتريها. فهنا أنا بعدها بنات من كملت الصالة الغرفة، جيت على الصالة امسحها واسوي مسحة كلش سريعة. أنا دائما أحب أضيف للمي اللي أمسح بيه الأرضية ديتول، فحاليا ما عندي ديتول، ضفت شوية من القاصر حتى أتخلص من النمل. بنات عندي كمية نمل مو طبيعية بالبيت، أشكال استخدمت لهم، مبيد مال النمل، منظفات، قاصر، ديتول، يعني مدى أقدر أتخلص منهم. فقولوا لي شنو فشي يخلصني من النمل؟ هوايد يقولوا لي حسد، عين، نفس. الحسد والعين والنفس موجودة، بس أنا عندي إيمان برب العالمين أقوى من هذا الشي. الحمد لله والشكر على كل حال. من بعدها بنات جهز غدانا، وما شاء الله تبارك الرحمن، الورق عنب دمار دمار، شي عالم ثاني. الطعم والشكل كلش كلش يشهي ويجنن، وعلينا وعليكم ألف ألف عافية يا ربي، الله يديمها علينا من نعمة، اللهم آمين. هوايد تقولوا لي تحمدين ربك بالفيديو. بنات لازم نحمد ربنا على كل شي يصير ويانا. نحمد ربنا على الصحة، على العافية، على الظنة، على القعدة، على القومة، على كل شي. يعني هواي ناس مثلا يفتقدون من الصحة، عندهم آلام بالظهر، ما عندهم أطفال، فأكو مرات نعم احنا ما حاسين بيها، فلازم نحمد ربنا على كل شي. هواي تسألوني إيش كم طفل عندك؟ أنا سبق ومجاوبتكم على هذا التعليق، وأرجع وأجاوبه مرة ثانية وثالثة ورابعة. بنات أنا عندي بنات 2 وأسمائهم أمنية وإيلين. فمرات يقولوا لي عندك بنات شو وقت تسوي لهم طفل، أو شو وقت تسوي طفل؟ صراحة بالوقت الحالي أو 3 أو 4 سنين الجاية أنا نهائيا ما مفكرة أسوي طفل، لأن تعرفون أنا قاعدة إيجار، ومشروع طفل مشروع كلش صعب. والصراحة بالنسبة لي أنا مكتفية ببناتي كلش وهواية، فما أعرف أتعجب على الناس يقولون خلفي طفل خلفي ولد. والله بنات شبيهن والبنات يجنن المونسات الغاليات. وأحمد ربي على نعمة البنات اللي عندي، لأن هواي من الناس يتمنون أي طفل عندهم ينور حياتهم بنية ولا ولد. فأحمد ربي على نعمة بناتي، الحمد لله والشكر يا ربي. أهم شي تمامة الخلقة والصحة والعافية، هاي نعمة وما بعدها نعمة. يجيني طفل أو ولد ومعلعل، هواية يصير عندي أطفال وبسم الله الرحمن بصحة مو تمام، بعافية مو تمام، فالحمد لله والشكر. والصراحة بالنسبة إلي أني أنصح الكل طفلين كلش كافي بهذا وضعنا الصعب، هي مو بالكثرة، بس إذا مرات الواحد الحالة المادية مالته متمكنة عادي يخلف، أو يبقى الواحد كل من وذوقه وكل من بالمجتمع اللي هو عايش بيه وتفكيره شون يفكر. واي ناس يفكرون انه البنية تختلف عن الولد، صح هي تختلف عن الولد، بس بوقتنا الحالي والله ماكو شي يختلف، البنية مثل الولد. والحمد لله وشكر على كل حال. وانا تقريبا خلصت غسل المواعين، انا صراحه ما عندي احد يغسل المواعين، فانا اقوم على سريع اغسل مواعيني بنفسي. تقريبا هنا يا حبايبي وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى لكم مشاهده ممتعه ودمتم في حفظ الرحمن، مع الف سلامه. ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد. باي باي بنات.